يقول: أكره أبي بسبب العصبية على معظم الأمور، فما هو الحل؟ الحل أن أنت عدل سلوكك. طيب عصبي، هذا طبع في الإنسان أحيانا يكون حاد الطبع، خلقه هكذا، فيه حدة الإنسان. يعني الغضب، يعني أحيانا الإنسان لا يملك نفسه، لكن الإنسان إذا تدين يمسك نفسه شوي شوي، يحاول. يمكن أن أباك لم يجد أحدا ينصحه أو يذكره أو يعظ أو يرتب له أو كذا، وظل على ما هو عليه، لكن تكرهه لأجل أمر يعني خارج عن إرادته، ما يجوز. تحمل عصبية أبيك، شو المشكلة يعني؟ تكرهه؟ لا، ما يجوز تكره أباك لهذا الأمر، بس إنه عصبي يعني يصرخ مثلا ولا كذا، لا تفعل شيء يزعجه. وانت يوم صغير تصرخ تبكي وانت صغير، وهذا وكاك عشت ما شاء الله. ابوك اصلا حادفك مدري كم زمن، يعني لو على ما تصف في احواله هذا كذا، يعني مو لهالدرجه تحملك وانت صغير، انت لا تتحمله وهو كبير، ما يصلح هذا الامر. يجب عليه ان يصبر ويتقي الله تبارك في والديه. الله تبارك وتعالى يقول: وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا هو يدعوه إلى الشرك. أبوك ما دعاك إلى الشرك، كل ما في الأمر إنه عصبي، تجنب أعصابه. إذا عصب امشي، اخرج من البيت. نعم.